السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة الصف الأول الإعدادي. فيديو دلوقتي هنتكلم فيه عن unit 2 lesson 1. هنقسم lesson 1 اللي بيتكلم عن electric forces ل2 parts. ده الجزء الأول من parts of electric forces. عايزين نوضح مفاهيم معينة لأن دي كلها principles أو مفاهيم أساسية بتساعدنا إن شاء الله بعد كده لما ناخد المعلومات دي بتوسع أكبر في الصفوف القادمة ما يبقى عندنا البرنسبلز أو الأساسيات بتاعت حاجات معينة علشان نقدر نفهم في المستقبل بعد كده الحاجات المتقدمة. احنا الدرس ده بيتكلم عن الإلكتروستاتيك فورس أو الستاتيك إلكتريسيتي أو الكهربية. ازاي بتحصل ازاي بتحصل التشارجينج اسمها بنسميها شحنة كهربائية أو شحنة كهربية. طبعا الإلكتريسيتي هي نوع من أنواع الإنرجي، وفي حاجات احنا بالفعل كنا خدنا عنها فكرة في صفوف تانية سابقة يعني. فاحنا هنبدأ على طول بسم الله الرحمن الرحيم. كنا خدنا قبل كده ان all materials are composed of electrically neutral atoms. كل الماتيريال عندنا بتبقى مكونة من electrically neutral atoms، يعني ذرات متعادلة كهربيا بسبب تساوي النيجاتيف تشارج equal للبوزيتيف تشارج. طبعا ده في الظروف الطبيعية، ولكن النمبر of positive charge equal زي ما قلنا للنيجاتيف تشارج. لو حصل أي اختلاف في عدد البوزيتيف والنيجاتيف بينتج عنه اختلاف في التشارج بتاعة الماتيريال أو شحنة هذه الماتيريال. امتى؟ لما بيحصل difference between negative charge and positive charge، فبالتالي بينتج عنها حاجة اسمها electricity form أو a form of electricity known as static electricity أو electrostatic. تمام؟ لما بيبقى فيه يعني when the balance between positive and negative charge is distributed، ما بقاش فيه distributed يعني باظ أو يعني اختلف أو اختل، حصل اختلال أو حصل فقد للبالانس أو الاتزان ما بين النيجاتيف والبوزيتيف تشارج in any material. أصبح كده إن هذه الماتيريال charged. ممكن بقى تبقى التشارج بتاعتها نيجاتيف أو التشارج بتاعتها بوزيتيف، هنعرف الفرق ما بينهم دلوقتي ازاي. بس المهم نعرف إنه وقت ما بيحصل الانبالانس ده في البوزيتيف والنيجاتيف تشارج في الماتيريال بيحصل ما يسمى بالستاتيك الكتريسيتي، بيحصل لها برودكشن، بتنتج بقى الشحنة أو الكهربية دي اللي بتنتج. طيب الاكتيفيتي هنا بيعرفنا ان هو مدينا مثال على نوعين من الماتيريال. نوع اسمه الايبونايت. الايبونايت ده نوع من الماتيريال. لما هو بيقول لي الاول ان في حاجة اسمها رابينج. الرابينج او الفريكشن او الاحتكاك، الرابينج ده بيبقى بينتج عنه او بيحدث الديستريبيوشن او الخلل اللي هو بين النيجاتيف والبوزيتيف تشارج على الماتيريال، فبالتالي بينتج او بيساعد على انتاج الالكتريسيتي او الالكتروستاتيك فورس. تمام؟ يعني انا لما بعمل رابينج بين تو ماتيريالز، انا كده الرابينج ده نتج عنه الديستربنس او الديستريبيوتنج بتاع اللي بيحصل او الانبالانس اللي بيحصل ما بين النيجاتيف والبوزيتيف تشارج، فبينتج عنه electric force او electrostatic force. تمام؟ دي principle او دي حاجة اساسية. طيب المواد دي بقى ساعات لو انا عملت رابنج لمادة وقربتها مثلا زي الايبونايت رود اللي هو جابها هنا وعمل لها رابنج ب
a piece of wool يعني قطعة من الصوف، فجاه يقربها من الورق لقاها بتحرك الورق. معنى كده ان الايبونايت رود دي اكتسبت تشارج، اخدت شحنة من الوول او البيس اوف وول باي رابنج with a piece of wool عن طريق ان هي احتكت بجزء من الصوف، فبالتالي التشارج بتاعتها دي ساعدتها انها تعمل ايه، تحرك قصاصات الورق. تمام. انما لو انا جبت رود تانية او عصاية تانية مكونة من مادة تانية زي الكبر، الكبر برضو عملت له رابنج ب a piece of wool او جزء من الصوف، هلاقي ان الكبر رود محركتش الورق. طب ده معناه ايه؟ معناه ان هي محصلش عندها الشحنة، صح؟ طب هل الكلام ده صحيح؟ لا، او يعني بنسبة، هو بس محتاج شوية تعديل. هو احنا هنا اللي حصل خلاني اعرف ان في two types of material او في differences between material. في material بتبقى conducting conducting electricity او يعني conducting يعني موصلة جيدة للكهرباء زي الكبر. طب هي مادام هي موصلة جيدة، ليه ما حركتش الورق؟ لان الشحنات اللي اتولدت عليها مشيت فيها، الرود ما احتفظتش بيها. ليه؟ لان هي بتقدر تنقل الشحنات دي، تتحرك من خلال الرود دي اللي اتولدت عليها الشحنات، هتتحرك الشحنات وتهرب، لان هي ما اتحركتش في مكان، مش ما اتولدت في مكان وقدرت انها تنتقل في مكان في العصاية، وقدرت انها تنتقل في باقي اجزاء العصاية وتهرب او يحصل لها العصاية تتخلص منها. تمام. انما الايبونايت non conducting material. non conducting material يعني مش الشحنات اللي هتتولد عليها الايبونايت هتحتفظ بيها جزء من الوقت، لان الايبونايت ما عندهاش القدرة ان الشحنات دي تتحرك عليها وتروح لباقي الاجزاء، او ان هي تسيب الرود دي وتمشي. طيب، يبقى احنا قسمنا او عرفنا ان على حسب الماتيريال ان هي تكون conducting او non conducting. تمام. لو هي conducting on the condition that the charged part is insulated to prevent the leakage of electric charge. لو هي conducting material بيبقى اللي charged part الجزء اللي حصل له شحنة ناتجة عن الرابنج is insulated. يعني ايه insulated؟ يعني بيبقى ما بيقدرش ان هو يحتفظ او يمنع الليكج بتاع الالكتريك تشارج. تمام. يعني انا دلوقتي عندي التشارج اتكونت على الكوندكتنج ماتيريال، فانا ما بقدرش، او يعني بيبقى غير قادر على انه يعمل بريفنت للليكج. ليكج يعني تسريب الشحنة الكهربائية للإلكتريك تشارج. ده زي ايه؟ زي الكربون والأول ميتال، زي الكبر، ايرن، ألومنيوم، دي كلها ميتالز. وكمان الكربون موصل جيد للكهرباء. تمام. فأي حاجة conducting يعني بتقدر توصل الكهرباء مش هتقدر تحتفظ بالشحنة. ليه؟ لأنها هتساعد ان يحصل لها ليكج، الشحنة هتمشي في الرود او في الجزء بتاع افتر رابنج ده، وهتتسرب لان هي هتتحرك بسهولة في الماتيريال دي. انما في النون كوندكتنج ماتيريال زي الوود، بيبر، وول، سلك، جلاس والإيبونايت. There are many examples where the effect of static electricity is evident in everyday life. زي ايه؟ زي ما كده ما اكون بلبس اهو hearing a slight cracking sound when taking off woolen clothes in winter. الاحتكاك اللي ما بين جسمي وما بين الwoolen clothes
بينتج عنه ايه؟ الكتروستاتيك فورس او الكتروستاتيك تشارج. فبسمع صوت اللي هو الكراكنج او الصوت اللي هو بتاع كأنه شرز كده او حاجة كهربائية يعني. وكمان الفيلينج a slight electric shock when touching a metal door handle after walking barefoot. لما بمشي حافي فترة على كاربت مصنوعة من الصوف، جسمي بيكتسب شحنة معينة، فباجي ألمس أي حاجة معدنية ألاقي نفسي ايه؟ عملت برضو إحساس بالكهرباء كده بسيط. ده معناه إن أنا بيبقى فيه تشارج اتولدت عندي. طيب according to the previous اللي احنا قلناه ده كله، charging by friction او اللي هو الرابنج او الاحتكاك can be defined ازاي؟ اهو charging by friction or rubbing is the process of charging two uncharged objects by rubbing two objects together. اما اعمل rubbing ل two objects together ده بيكون بينتج عنه ايه؟ electrical او electrostatic charge. طيب الرابنج ده ايه اللي بيحصل اثناء الرابنج او الفريكشن وبينتج عنه الشحنة؟ والشحنة ازاي تكون نوعها مختلف؟ هقول لكم دلوقتي انا الرابنج ده انا عندي التو اوبجكت اللي هم uncharged object هما اصلا نيوترال. تمام. انا لما بعمل الفريكشن انا بحفز الالكترونز والبروتونز بتوع كل بعمل اهتزاز او unbalanced between negative and positive charge in each material. في كل مادة من المادتين اللي انا بستخدمهم دول الاحتكاك ده energy او قوة بتأثر على التشارج البالانس اللي between النيجاتيف and positive charge in each material. في كل material في زي ما قلنا نيجاتيف وبوزيتيف تشارج. الرابنج ده بيخلي ان يحصل unbalanced between negative and positive in each material. في كل material يقوم حاصل ايه؟ unbalance، يحصل اختلال. ففي material بتسلك سلوك ان هي تفقد الكترونز فتكتسب شحنة موجبة لان هي جواها نيجاتيف وبوزيتيف. هي من نتيجة عن الرابنج هي فقدت الكترونز فاصبحت ايه؟ عندها شحنة ايه؟ عندها بوزيتيف تشارج. وفي ماتيريال تانية جينز الكترونز هتكتسب الكترونات فهتبقى ايه؟ نيجاتيفلي تشارجد. وبالتالي اصبح عندي نيجاتيف واصبح عندي ماتيريال هتبقى نيجاتيف وماتيريال هتبقى بوزيتيف. وده والاختلاف between two charges ده اللي هينتج عنه ايه؟ الالكتروستاتيك تشارج. تمام. طيب انا دلوقتي لو عندي الالكتروستاتيك دي اهو بصوا the charges that accumulate on the surface of objects when they lose or gain electrons are described as static electricity او الالكتروستاتيك تشارج. الشحنة دي هي ديت اللي بتسمى بالالكتروستاتيك تشارجز او الشحنات الكهربائية. خلاص. وده التعريف بتاعها اهو the charges that accumulate on the surface of objects when they lose or gain electrons. طب أنا عايزة أقيس الشحنة بتاعة ماتيريال معينة، هقيسها بجهاز اسمه column meter وmeasured units measured unit is coulombs. ده بس اللي يهمنا في النقطة دي، اللي يهمنا ان احنا نعرف ان احنا لو عندنا electric charge وعايزين نقيسها هنقيسها ازاي؟ هنقيسها بجهاز اسمه column meter device ونقيسها بيونتس اسمها coulombs. وده اللي هو الشخص اللي هو اسمه تشارلز او اوجستين كومس اللي هو عمل هذا الجهاز.
طيب أنا دلوقتي زي ما قُلنا في materials بتعمل بتسلك سلوك إنها تفقد الإلكترونز after rubbing، وفي material تانية بتكتسب الإلكترونز. طب اللي بتفقد واللي بتكتسب ده هيبقى بناءً على إيه؟ بناءً على حاجة اسمها الelectrostatic series. الelectrostatic series ده أو المقياس بتاع إنتاج الcharge بتاعة الcharge الكهربائية. ده العلماء عملوه بناءً على تجارب كتير عشان يسهّلوا على نفسهم أو يسهّلوا على العلماء الآخرين إن هُم يعرفوا إيه السلوك اللي هتمشيه أو اللي هتعمله كل material إيه. فعمل series أو مقياس كده، قسّمها بحيث إن هو يبدأ الmaterial اللي بتقدر أو عندها قدرة إنها تفقد electrons الأول، وينزل لتحت للmaterial اللي بيبقى عندها قابلية إنها تكتسب electrons. تمام؟ فأهوّة بُصّوا كده تعالوا أهو نقراها مع بعض. الelectrostatic series is the arrangement of materials according to the easiness of losing electrons. قابليتها أو قدرتها على إن هي تفقد إلكترونات when rubbed together. أنا كل ما يعني أنا كده بادئ بالحاجات اللي بتفقد، يعني الجلاس هيفقد إلكترونز، تمام؟ الوود هيفقد إلكترونز، وهكذا نزولا 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 لغاية ما يوصل للإيبونايت اللي دايما يكتسب إلكترونز أو بيفقد الإلكترونز بصعوبة أكبر من الجلاس مثلا. When one material is rubbed with another, the material higher on the series، يعني كل ما كنا فوق ده الماتيريال دي بتعمل loses للإلكترونز، فبتكتسب شحنة إيه؟ بوزيتيف. نزلنا تحت اللي في الإلكتروستاتيك سيريس يبقى الماتيريال دي بتعمل جين أو بتميل لإنها جين إلكترونز، على حسب بقى ترتيبهم مع بعض بتبدأ تتولد الشحنة. ومن هنا يا ولاد بنكتشف إن في حاجة اسمها نيجاتيف تشارج وفي حاجة اسمها بوزيتيف تشارج. الفيديو اللي جاي هنعرف ازاي النيجاتيف والبوزيتيف تشارج بتنشأ ما بينهم حاجة اسمها electric forces أو قوة كهربية. القوة الكهربية دي هنعرف هتعمل ايه في الجزء التاني من الليسون ان شاء الله. الفيديو الجاي اشوفكم ان شاء الله على خير. راجعوا الجزء اللي احنا قلناه ده كويس واقروا الدرس كويس، وإن شاء الله تكونوا فهمتوا الجزء اللي فات دون بشكل جيد. ركزوا على المفاهيم الأساسية اللي احنا اتكلمنا عنها. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب لقناة هلو ساينس، واشوفكم إن شاء الله في الجزء التاني من الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.